السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ رام. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده كما كتشاهدوا معايا كاقتراح. غادي نحضر معكم الحرشه في الفران معمره بالفرماج والزيتون بمذاق الزعتر والثومه اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها، كتجي مرمله حبه على اختها ومحمره كما كتشوفوا معايا كي من الوجه ديالها كي من الاسفل، بواحد الاضافه اللي كتزيدها لذه على لذه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو كما العاده ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تشجيعاتكم، تعليقكم وحفيزه اللي كتهمني. واللي اول مره هذه يزور قناتي ما ينساش يضغط على الزر الاحمر زي الاشتراك باش يتوصل بكل هو جديد، طبعا فضلا وليس امرا. وبسم الله على بركه الله نمر مباشره للمكونات والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. هنا احتاجيت ل 500 غرام ديال السميده، اي نص كيلو، اللي غادي نغربلها. انا غادي نشارك معكم هذه الكميه وانتم كيبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تنقصوا او تضاعفوا. هذه هي السميده اللي استعملت، غادي نوريها لكم عن قرب. السميده الرقيقه الخاصه بالحرشه والبسبوسه واللي كنديروا بها الحلوه. غادي نغربل عليها واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق، وضروري منها معلقه كبيره ديال الدقيق. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير بلا ما تجربوا المقاطع باش تعرفوا على جميع النصائح ان شاء الله اللي غادي نشاركها معكم باش تنجح معكم. غادي نضيف معلقه صغيره مع امراش ديال الملحه، والملحه كتبقى دائما حسب الذوق، مع كيس ديال الخميره ديال الحلوه سواء 7 غرام او 8 اللي عندكم متوفر. وندمج المكونات ديالي مزيان. في هذه المرحله ضروري نخلطهم، عاد نضيف باقي المكونات اللي غادي نذكر معكم. هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال العسل، يمكن لكم تستبدلوها بمعلقه كبيره ديال السكر سنيده، ونعاود ندمجها كذلك مع السميده وباقي المكونات اللي ضفت. نحتاج هنا نص كاس ديال الزيت، خليط بين زيت الزيتون وزيت المائده، يمكن لكم تكتفيوا فقط بنوع واحد. القياس دائما بالكاس ديال الانبه. وضروري من هذه المرحله وسير النجاح اي نوع ديال الحرشه هو في هذه المرحله اننا نبسسوا السميده مزيان بالزيت حتى يتلبسوا داك الحبيبات بالزيت. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده ونعاود نخدم السميده مزيان. كنأكد ونعاود نأكد وسمحوا لي ان ضروري ان السميده تخدم مزيان وتبسس بالزيت والزبده. هنا غناخذ واحد الكميه نحتفظ بها جانبا، ونوضع واحد الحفره في الوسط اللي غادي نضيف فيها راس معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات قبيصه فقط، لاننا غادي نطيبوها في الفران. انا كنضيف الكاس الاول بقياس كاس الانبه ديال الماء، نحاول انني ندوب داك الخميره وانا كنجمع برؤوس الاصابع كما كتشوفوا معايا، ما نعجنوهاش نهائيا. هانتوما فقط كنلمها برؤوس الاصابع. هذا الكاس الثاني اللي ضفت 2 كيسان ديال الماء، وغادي نضيف واحد الربيع فقط. عطيوها الماء الكافي للحرشه باش ما تشققش معكم ملي تكونوا كتقرصوها. خصها تجي بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تستبدلوا الماء بالحليب، ديروا 2 كيسان وربع ديال الحليب. نخليوها جانبا ونمروا للحشوه. غادي نحتاج هنا 3 ديال القطع ديال الجبن مثلث، يمكن لكم ديروا حتى اكثر. وغادي نضيف كميه ديال الجبن ديال الدهن. انا استعملت هذه النوعيه وانتم اللي متوفر عندكم، ماشي ضروري هذه النوعيه اللي تقاسمت معكم. غندير واحد 3 المعالق صغار اللي عامرين مزيان، وكما قلت لكم الكميه كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر اللي غادي نحكها بين يديا، وغادي نضيف الثومه بودره. هانتوما غادي نضيف راس معلقه صغيره في الاول، وغادي نعاود نضيف يعني المجموع نص معلقه صغيره ديال الثومه بودره. ما توفرتوش عليها غادي تحكوا واحد الفص ديال الثومه اللي كيكون طري. هو الصراحه الثومه بودره ما كتجيش مجهده، ولكن راه نفس النتيجه كتعطي. صافي في هذه المرحله ضروري اننا نخدموا الجبن ديالنا مزيان حتى يصبح على شكل كريمه. عاد غادي نضيف الزيتون. بالنسبه للزيتون خديته غسلته مزيان قطعته، عاود غسلته باش ما كيطلقش داك اللون هكا معنا كحل من نخلطوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للزيتون حتى قطعته عاد وزنته لقيت 70 غرام باش نعطيكم يعني مقادير اللي هي مضبوطه. نخلي الحشوه جانبا. هنا خديت المقله الثقيله اللي كندهنها بالزبده، يمكن لكم تدهنوها حتى بالزيت، ولكن من الاحسن الزبده كتعاون الحرشه ديالنا باش تحمر من يعني من الاسفل. صافي كناخذ داك السميده اللي كنت نقصتها كنرشها ونحاول نوزعها مزيان فوق داك الزبده باش ما تلتصقش معنا الحرشه. وناخذ الخليط ديال الحرشه نقسمه الى نصفين يكونوا هكا بشكل اللي هو متساوي، لان الحرشه ديالنا غادي نديروها معمره كما قلت لكم.
صافي نحاول نقادهم هكا ويجيو كما قلت لكم يعني بشكل متساوي. ناخذ الحرشه ونقرصها، نستعمل شويه ديال الماء باش تبسط معايا بكل سهوله. وشوفوا ملي كتعطيوها الماء الكافي هكا تقرصوها ما كتشققش معكم نهائيا، كما قرصتوها كتقرص معاكم. هو السمك ديالها ما يجيش رقيق بزاف، وفي نفس الوقت ما تخليوهاش غليظه، لان مازال من غادي نديروا الطبقه الثانيه ديال الحرشه غادي نعاودوا نقرصوا عليها. نتمنى تكونوا فهمتوني شنو قلت لكم. هنا كناخذ الحشوه وكنوزعها على الوجه ديال الحرشه، على الطبقه الاولى ديال الحرشه. حاولوا انكم ما توصلوش حتى لجوانب الحشوه باش مين تبلعوا عليها ما تخرجش معاكم. صافي هنا غادي ناخذ الجزء الثاني اللي تبقى ليا، نستعن بورق الطهي ولا بكيس بلاستيكي اللي جاكم ساهل ديروه. وبالاستعانه ديال الماء كنعاود نقرص على الحرشه ديالي، والسم كنعاود نذكر ما يجيش رقيق وما يجيش غليظ. هانتوما كما كتشوفوا معايا ملي كنهزوها بورق الطهي راه كتعاوننا كتهز معنا بكل سهوله، راه ما كتهرس ما كتشقق. وكما قلت لكم ملي كتعطيوها الماء الكافي ما كتشققش معكم نهائيا. صافي كنحاول انني نسد على الحشوه هكا وراه كتبلع معنا بسهوله. العجينه رطبه او الحرشه ديالنا رطبه راه ما كتمحنكمش نهائيا. حاولوا انكم هكا تجمعوا لها الجوانب مزيان باش ما تخرجش معكم الحشوه. صافي ناخذ داك السميده اللي تبقات ليا ونلبس بها كامله الحرشه هكا من الجوانب من الفوق. الا كانت خاصكم زيدوا واحد الكميه اللي هي قليله هكا باش تكفاكم مزيان وتلبس الحرشه كامله بالسميده. صافي غادي نقلبها فوق واحد اللوحه او فوق رمايه ديال الخبز باش نتاكد انها ما لصقاش ليا في المقله، ونعاود نقرص. هذاك الشيء في الاول قلت لكم حاولوا انكم ما تقرصوهاش رقيقه وفي نفس الوقت ما تخليوهاش غليظه بزاف لان مازال غادي نقرصوا عليها. نردها المقله نساوي لها الوجه ديالها مزيان هكا باش نحيد داك لي طراس ديال الاصابع، وغادي ندخلها للفران طيب. بالنسبه للفرن اللي يكون الفران مشعول من قبل، مين تكونوا كتحضروا الحشوه ديالكم تشعلوا على الفران يكون سخون على اعلى درجه باش ما تشققش معاكم. كما سبق لي وذكرت معكم في فيديو سابق شاركت معكم الحرشه السائله راه نفس الطياب. كيكون الفران سخون على اعلى درجه كتدخلوا الحرشه ديالكم باش ما كتجيش يابسه وما كتشققش معكم بزاف. ملي كتحمر من الجوانب هانتوما كطلع لها الحموريه الوسط كنزلوها للاسفل على نار اللي هي مهيله كما غادي تشوفوا، لانها بسرعه كتحمر. هانتوما كي نزلتها راه بدات كتحمر. نتمنى اخواتي تتبعوا جميع الخطوات باش تنجح معكم ان شاء الله. من بعد ما خرجتها من الفران شوفوا ما شاء الله الشكل ديالها كي كيجي، كتجي محمره كتجي رطبه مقرمشه من الفوق ورطبه من الداخل. هذه نقلبها معكم باش تشوفوا راه نفس التحميره اللي كتجي من الفوق كتجي من الاسفل. تحلفوا عليها اخواتي ما طايبه في الفران. انتم وهي سخونه كنقلبوها كما كنقول لكم دائما باش ما تعرقش معكم. وشوفوا ما شاء الله النتيجه اللي كنتحصلوا عليها. سمحوا لي الا كنكثر عليكم الهضره، ولكن كنبغي نوصل لكم كل شيء بالضبط باش ان شاء الله اللي جربت الوصفه تنجح معها، خصوصا المبتدئات. كما كنقول لكم راه ماشي بالسهل باش تشريو المكونات وتحضروا وصفه وما تنجحش معكم. هانتوما شوفوا ما شاء الله كي كتجي. غادي نردها للمقله باش ندير معكم الشكل النهائي ونقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كتجي من الداخل. هانتوما بعد ما رديتها للمقله غادي نرشها او نزينها هكا بشويه ديال العسل اللي هو اختياري، ونزينها بالقرقاع. كما كتعرفوا العسل والقرقاع كيتواتاو بزاف مع الجبن، داكشي علاش قلت لكم ضفت لها واحد الاضافه اللي كتزيدها لذه على لذه. وصدقوني هذه الحرشه كتجي مختلفه على باقي الحرشه اللي كنحضروا دائما. انا سبق لي وحضرت معكم الحرشه السائله مالحه ونالت الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على المشاركه في القناه على التعاليق. كيجيوني بزاف د الاسئله. كنشكر المتتبعات الجداد اللي انضموا، القدام كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. شاركت معكم يعني حرشه سائله حلوه، ولكن هذه الحرشه هذه مختلفه. نتمنى انكم تجربوها. نتمنى اخواتي انكم تجربوها بهذه الطريقه اللي شاركت معكم. شوفوا بعد ما قطعتها كما قلت لكم كتجي مرمله حبه على اختها، كتجي مقرمشه من الفوق رطبه من الداخل. والله العظيم اللي كلها عندكم هذه ما يخرج حتى يطلب منكم المقادير. شوفوا ما شاء الله كي كتجي. وهانتوما هي الشوفه باينه ما شاء الله النتيجه. نتمنى من المتتبعين الاوفياء ديالي ولا اللي انضموا جداد للقناه انكم ما تبخلوش ليا بواحد اللايك. فرقعوا لي هذا الفيديو باللايكات باش الفيديو يقترحوا اليوتيوب على عدد اكثر ديال الناس. شوفوا ما شاء الله كي كتجي هذه الحرشه، كتجي اكثر من رائعه. نتمنى تجربوها
واللي جربتها ترد عليا في التعاليق. شوفوا كتجي مرمله كما قلت لكم لداخل، لذيذه بداك الحشوه، وبهذه الاضافه اللي ضفت لها ديال العسل والكركاع ما نقول لكمش عليها. نتمنى اخواتي لو وصلتوا حتى لهنا كنتو مازال ما درتوش لايك، كنذكركم فقط باللايك كتشجيع الفيديو. شفتوا كيستحق بارطاجيوه لي مع الاهل والاحباب وسائل التواصل باش تعم فائده. انا غادي نقسم معكم باش تشوفوا النتيجه كي دايره. راه واخا كتبات كتبقى هي نفس النتيجه، لا الترميله ولا المذاق. وبالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.